طبعا هالفيديو مخصص للتحكيم مباراة مدريد مارسيليا. الطرد اللي كان على كارفاخال طرد صحيح. حالة البلنتي الثانية لريال مدريد كانت غير صحيحة للأسف، وأثرت في نتيجة المباراة. الكرة ارتدت من جسم اللاعب أو من قدمه إلى اليد، وهو كان خلاص منزل يده عشان يستند عليها. فشفته يوم الكرة جت على يده تحس تردد يرفع ايده ينزلها فدقت ايده الكرة، خلاص تورط يعني. مش متعمدة أبدا، وأصلا خلاص هو اعترض التسديدة، فليش بيمسك الكورة؟ فأبدا ما فيها تعمد، أبدا ما فيها ركلة جزاء. المحللين في الاستوديو بين كلهم قالوا ما فيها شيء. أرشيفو فار قال فضيحة أو كوميديا في غرفة الفار في البرنابيو، واللقطة ما فيها شيء. وثاني شيء شو اللقطة الثانية اللي انحسبت في مباراة بروسيا دورتموند واليوفي؟ شوفوا لقطة الهاند هذه. هي الكرة لمست صدر المدافع أول شيء، بعدين مرت على إيده. القانون يقول لك لو لمست الصدر بعدين راحت للإيد ما تعتبر ركلة جزاء. هنا الحكم حسبها ركلة جزاء، لكن هنا نوعا ما ألوم الحكم، لأن وضعية جسم اللاعب منسدح يا جماعة. هذا مش سلايد، هذا نايم قلب حارس مرمى. هذا شو يسوي؟ وضعية المدافع غير طبيعية يعني. ما تدخل الراس، ما في مدافع كذا ينزل ينام في الأرض. فهنا نوعا ما بصراحة ما ألوم الحكم، لأن وضعية اللاعب غريبة عجيبة، مش وضعية لاعب، وضعية حارس.